السؤال الجاي ده بقى هيزعل ناس ويحير ناس كتير. ايه اللي هيحصل لو اكلت القطه بتاعتي دراي فود بس؟ لو نوع كويس تركيبته متزنه املاحه قليله فانت كده عملت عظمه، ودي احسن حاجه ممكن تاكلها لها. اما بقى لو نوع رديء تركيبته زي الزفت، املاحه كتيره ومشاكله كتير، مصنوع تحت بير السلم، فانت ربنا يسامحك ويسامح اللي عمل الدراي ده، عشان المشاكل اللي هتيجي من وراها هتكون كتير. يعني انت قدامك دلوقتي حلين بس. الاول انك تجيب نوع كويس معروف، الشركه معروفه ومفيش منها مشاكل، ودول معدودين ومعروفين بالاسم. والحل التاني انك تقلل كميه الدراي فود او الاكل الجاهز اللي بتستعمله وتدخل معاه الاكل البيتي عشان تقلل خطورته. ولو اي شركه دراي حابه تعمل دعايه ببلاش تبعت لي، هننزل زياره للمصنع نشوف خطوات التصنيع، المكونات والجوده، وهناخد عينه او عينات ننزل نعمل حمله لطعام القطط اللي موجوده في الشارع، وكل الاطراف هتكون مستفاده.